خليني اقول لك على حاجه، لو انت بتجري ورا البنت عمرك ما هتمسكها، ولو هي مش حاسه بقيمتك عمر ما الف رساله هتغير ده. اغلب الرجاله يعني فاكرين ان الراجل ازاي يجذب البنت هو ان هو يبقى متواجد كتير، يعمل رسائل كتير، يبعت لها رسائل كتير، يهتم بيها زايد عن اللزوم. مش لازم تهتم زايد عن اللزوم، فاكرين كده هما. آه، تضحيات، يضحي بشويه حاجات من عنده عشان هي تنجذب ليه او تحبه او تعجب بيه. فاهمني؟ ده الكلام ده كله اثناء العلاقه. الست بتنجذب للراجل اللي مش محتاج يثبت نفسه، ومش محتاج الراجل، هو مش محتاجاه ان هو يثبت نفسه او يثبت ان هو قد ايه عايزها، او ان هو آه عايزها بشكل يعني بيقول لها ايه من الاخر، اعمل لك اللي انت عايزاه. فاهمني؟ انا مثلا عندي بقى مثال بسيط. كان في واحد صاحبي كان دايما يبعت للبنت، يبعت لها تكست، يعني يبعت لها كتابه يقول لها انا بحبك، مش هقدر اعيش من غيرك، بحبك. يفضل يجاملها كتير، يفضل يجاملها كتير، ويفضل يديها في شويه ثقه في النفس زايده عن اللزوم. يحسسها ان هي ملكه، هي ملكه. هي ما نقدرش طبعا احنا المكان الاجتماعي اللي هي فيها طبعا ما نقدرش نرفض او نعارض اللي هم فيه. يعني الستات ليها مكانة حلوة طبعا في المجتمع وليها أهمية، ما نقدرش ننكر ده. بس الفكرة إن هو بيحسسها إن هي ملكة متوجة. الست دايما ما بتحبش إنها تبقى ملكة متوجة، أو تبقى ملكة متوجة وقت طويل. يعني الواد الراجل اللي كان معايا صاحبي، اللي هو اللي أنا حكيت له، اللي بحكي لكم عنه، آه، كان فاكر إن هو لما يبعت لها كتير رسايل ويقول لها بحبك كتير ومعجب بك كتير، فهي كده هتحبه او تتنازل ليه. يعني تقول له الواد بيحبني، يبقى خلاص هو مش عايز غيري. فاهمني؟ فانا هعامله كويس. لا، الستات ما بتمشيش كده. الستات دايما بتفكر في حاله واحده بس، هو انت اعلى منها في ايه. القاعده اللي انا بكلمك فيها دي ان هي مش عايزاك تبقى مدلوق عليها، لان اصلا في الواقع الانسان لو اندلقت عليه، او زي ما معنى كده جريت وراه كتير او حاولت ترضيه، هو مش بيترضي. لان في علم النفس الشخص اللي بيحاول يديك حنية وطيبة زيادة عن اللزوم بتحس ان هو خلاص بقى ملكك. فاهم؟ بقى ملكك ومش محتاجه. يعني هو يعني خلاص احنا جربناك يا ابني، انت طلعت انك انت شخص كويس وحنين وطيب وبتاع. طيب ماشي، احنا عايزين تجديد. مش وده هينقلنا لنقطة تالتة بعدين هنحكي فيها. القاعدة التانية، قبل ما انت تسألها عاملة ايه او بتعملي ايه، اسأل نفسك انت عملت ايه الاول. بمعنى، عملت ايه في الشغل، عملت ايه في الجيم، لو انت بتعمل اي مشروع جديد، عملت ايه في المشروع الجديد. آه يعني ثقتك، يعني الحاجات دي كلها بتعلي الثقة بتاعتك. لان لما انت عملت شوية انجازات في حياتك، عملت انجازات في يومك مثلا، هتعرف تكلمها وش لوش، او تكلمها تكست واثق في نفسك بتقول لها عامله انت ايه. عشان هي لما تسالك انت عملت ايه، والله لسه مخلص شغل. انت بس عملت ايه؟ اهم حاجه انت كده مهتم بيها قوي. يعني فاهم؟ هي عايزه تحكي، هي عايزه تعرف انت انجزت ايه، او هي عايزه تشوفك انت عملت ايه، او انت احسن منها في ايه. فاهمني؟ فانت لما تروح الجيم او تلعب رياضه او تلعب اي ميزه جديده عندك، ثقتك في نفسك لوحدها دي موضوع كبير. يعني انك انت تبقى ثقتك عاليه، دي البنت اصلا بتفرح بتحبش اصلا غير الراجل اللي عنده ثقته عاليه. وبترفعها ازاي؟ بانك تسال نفسك انت عملت ايه النهارده عشان ترضي البنت دي. يعني انت ايه هو اللي انا عملته النهارده، ايه انجازاتي. فاهمني؟ اكتشفت إيه جديد، عملت فلوس، نفعت نفسي في حاجه. اللي على يعني على راي مثل انا بتبعه دايما، الراجل اللي حياته ماشيه وجوده كسب لوحده. القاعدة التالتة أو الأسلوب التالت، يعني لازم تتبعهم الحاجات دي عشان تعرف تتعامل معاهم كويس. في فرق بين واحد تقيل وواحد بارد ممل. فاهمني؟ في فرق بين الاتنين دول، عشان في ناس بتقع في الاتنين دول. يعني مثلا البارد ممل هو الشخص اللي بيتقل، ولكن هو مش، هو في الوصف مش تقيل،
هو بارد، هو بيحاول يتصنّع إن هو بارد، يحاول يتصنّع إن هو تقيل يعني قصدي. يعني إيه، إن هو مثلًا ما يبعتلهاش ما بيردش عليها مخصوص، ما بيردش عليها مخصوص، يعني هو قاصد كده. المشكلة إن الحاجة دي بتتكشف بسرعة عند الستات، الستات دايمًا بتكتشف إنك أنت fake، إنك متصنع، إنك جاي بتهرب منها وبتحاول تعمل نفسك تقيل، فاهمني؟ لو اختفيت عشان عندك حياة بجد، فإنك أنت كده لوحدك ميزة، يعني أنت كده لوحدك ثقة في النفس هي بتحب خالص، يعني هي تحب الشخص اللي هو اختفى فعلًا عشان وراه حياة، بيشتغل على مشروع جديد، فلوس، بيتمرن في الحديد في الgym مثلًا يعني، أو كرة قدم أو تنس أي حاجة، وراه حلم بيجري وراه، فاهمني؟ مش الكرة الأرضية كلها دايرة حوالين البنت دي، اللي هو مثلًا يقعد ينشر لها ستوريهات كتير، يحط لها highlight كتير على الإنستجرام، آآ يقعد يبعت لها كل شوية عملتِ إيه؟ طب كويس، أخبارِك إيه؟ طب أكلتِ، فطرتِ، نمتِ، اتعشيتِ، آآ خرجتِ فين، عملتِ أنت نايم عندها في الchat، نايم عندها في الchat، ما تنامش عندها في الchat، ما تخشش كل شوية أنتِ عاملة إيه، أنتِ بتعملي إيه، أو تزوّد كل شوية تحط لها الstory أو highlight أو حالة زي ما تقولوا على الواتساب، ماشي، بالحرف بتاعها، باسمها، بشوية أغنية رومانسي، عمرو دياب، بشوية أغاني كده، أنتِ حبيبتي أنتِ بتاع. طيب ماشي، أنت عملت كده، ماشي. هي شايفة إنك أنت طول وقتك بتعمل كده، طب شغلك فين؟ هي تحطك كراجل معتمد عليه إزاي؟ انشر لها مثلًا من رأيي عن تجربة، انشر لها مرة واحدة في اليومين، يعني كل يومين انشر ستوري، انشر نوتة على الانستجرام، شغل رومانسية خفيف. لكن كل شوية انت حبيبتي، انت عمري، انا مش لاقي غيرك، انا مش مفيش غيرك في الكوكب، انا بعشقك، انا بموت فيكي بقى. ده كله بينزل قيمتك عندها في اللاواعي في مخها، بتفتكرك انك انت عيل ما وراكش حاجه غيرها اصلا، وانتوا تعرفوش انا بتكلم بتلقائيه، بتكلم بتلقائيه في الاصل يعني في الحياه، ماشي. الطريقه الرابعه، مش مهم تقول ايه، المهم تقولها ازاي. لازم تكون وانت بتتكلم في الكلام بتاعك نبره هاديه، ماشي. لو انت خلاص انت مثلا متعرفين على بعض اول مره مثلا، فاهم؟ اول مره، نبره هاديه، ماشي. الصوت يكون مناسب، ما يكونش مسرسع، لا، يبقى صوت نبرة كبيرة، يعني فاهم انت، ما تحاولش تبقى تعملي فيها الجيار مثلا، ما تخليش في صوتك يا حبيبي، يا حبيبي، مش عايزين دي، مش عايزين احنا جو الكاريزما ده، مش عايزينه، لا احنا عايزين نبرة عادية، ماشي. جمل قصيرة، جمل يعني جمل قصيرة، يعني جمل خفيفة كده، يعني بتتكلم تقول لك ازيك يا محمد مثلا، ازيك يا محمد عامل ايه، ماشي، الحمد لله، انا لسه مخلص تمرين النهارده، كده خلصنا، فاهم؟ وتقول لك لسه بجد والله انت خلصت تمرين، اتمرنت ايه؟ انا اتمرنت، اهم حاجه ان انا قتلت نفسي في التمرين، بس ما تقولهاش انت اتمرنت ايه، حاول دايما تبقى غامض شويه، في فرق من الغموض من البرود اللي انا كلمتكم فيه. ما تقولهاش انا بحبك، انا معجب بيكي، انا مش عارف، انا عايزك، ما تحسسهاش خالص بحاجه زي دي، فقط ولا انا حابب اتكلم معاكي، انا حبيت الكلام معاك قوي، كلامك رايق، كلامك جميل، كلامك حلو، عجبني مخك، عجبني طريقة اسلوبك في الكلام في الشات. حاول دايما عامة تختصر كلامك، وحاول تبتكر في كلامك، انك ما تقولهاش انا بحبك، انا مش قادر اعيش من غيرك، تنشر حلقات كتير، لا. كل اللي محتاجه انك تقول لها اسلوبك حلو، يعني انا حبيت ان انا اقعد معاكي كتير علشان انا معجب بالطريقه اللي انت بتديها لي. في تحذير مهم عايز اقوله، لو البنت مش مهتمه انسحب فورا، انسحب بهدوء من غير اي كلام كتير، فاهمني؟ لو لقيت ان البنت مش مدياك ريق كويس، او مش اللي هو مثلا تقول لها ازيك عامله ايه، كويسه، عملت ايه النهارده، ما عملتش حاجه، آه طيب ماشي، انت اكلتي، لسه، طب طب انت بتحبي نخرج النهارده، مش عارفه، الكلمات الخفيفه دي ابعد، اهرب،
يا ريت تبلكها كمان، ده لو انت قدرت يعني. ماشي، ساعات انا ما بعرفش ابلك الصراحه. هم يبلكوا، اسيبهم كده هم يبلكوا. فلما تلاقي ان مفيش اهتمام جاي لك، اهرب، امشي، ما تكملش. لانك انت لو حاولت تكمل وتحاول تراضيها وتجيب نفس الكلام، بترجع تحط في الزفت زون. مش بس زون، بس فريند زون ولا فريند زون، لا، في الزفت زون على طول. مفيش اي كلام عندهم ولاد. يلا انسحاب راقي، انسحب بالسحاب تكتيكي، فاهمني؟ مثلا ازيك، عامله ايه، كويسه، اكلت ولا ايه، ايوه اكلت. عملت ايه في يومك، هترد نفس الردات اللي انا قلت لك عليها. اعمل ازاي، طيب ماشي شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم ليه؟ لان انت مش ناقص، هري مراره، فاهمني؟ ده مراره دي، ده نقص، ده هري ده. انك تقعد تهري كده، تقول لها ليه بتكلميني كده، ليه مش عايزه تكلميني ولا ايه، في حاجه معاكي، مالك يا بنتي، مالك يا بنتي. مش هترد عليك، ولو ردت هتعمل قلوب على المسج، او هي في مكالمه، هي اصلا ممكن ما تردش عليك في المكالمه، خليك تكلمك واتس بس. جذب البنت مش لعبه، دي نتيجه راجل راضي عن نفسه. فدي القصه دي، الكلام اللي انا قلته لك ده هيخليك انك تتعامل باسلوب خفيف مع الست يعني. الكلام اللي انا قلته لك او النصايح اللي انا قلتها لك فوق المرفوع دي هتساعدك شويه، لكن في فيديوهات كتيره جايه، ماشي، هتشرح لك ازاي تعمل الحوار ده بإتقان، وازاي تختار كلامك مخصوص لحتت معينة، ونخش نتعمق قوي في حياة الست او عقلية الست. هتقولي انا ليه بعمل ده كله، وليه انا مضطر ان انا اسمع كلامك، وليه مضطر ان انا اعجب البنت، وليه مضطر، ماشي ماشي. الست هي جزء من الحياة. انت اكيد هتتجوز، اكيد هتتعامل مع بنت في الشغل، اكيد انت في بنت معجب بيها اصلا، وانها مش عايزه، هي مش شايفاك او مش عايزاك، ماشي، او بتحب واحد تاني غيرك. فانا هعلمك ازاي تخلي البنت تنجذب ليك، ماشي، من غير صداع. يعني انا عارف ان الموضوع هيبقى هري كتير، في رجاله ما بتحبش مثلا تشغل بالها بالموضوع ده، بتسيبها كده على الله. فعلا هي كل حاجه على الله، ولكن في شويه تفاصيل لازم تكون فاهمها، قواعد. كأنك بتتعامل على التليفون او كمبيوتر بيمشي ببرمجه، انت بتقدم له البرمجه صح، فده لازم تتبعه مع الستات، ربنا خلقهم كده. اسلوب معقد شويه بس هنتعامل معاهم قريب. واكتب في التعليقات لو ايه اكتر غلطه وقعت فيها لما اتكلمت مع بنت، اذا كان على انستجرام ولا في الحقيقه ولا في الشارع واتساب. اكتب لنا في التعليقات ايه حصل معاك لما غلطت، اول غلطه ليك، او الغلطه اللي اثرت فيك خالص، احكي لنا في التعليقات، ممكن ارد عليك واقول لك ايه الحل فيها دي.